اكبر غلط، اكبر غلط. لازم ننزل ونختار، لازم ننزل ونختار ونفهم ونعرف مين دوت. احمد عيد يا فندم منكم، وبقول لك اختاري اللي انت عاوزاه. البرنامج بتاعي هو برنامج سهل جدا. البطاله، الشباب اللي خلاص اتعلمها وقاعده في البيوت واقف على الرصيف. الصحه اللي النهارده معهوش جنيه بيخش بيموت، معاه جنيه بيتعالج. انا ضد هذا، لازم ان الصحه تبقى رقم واحد في الدوله. هنطالب ان المدن الجديده باذن الله يبقى فيها قلب كبد. هنخدم عليكم في كل حاجه باذن الله، ما تقلقيش. انا راجل بسيط، مش نازل عندي شركه ولا مصنع نازل اطورها واكبر منها. انا والدي راجل عامل واتربيت، طلعت معاه، كنت بشتغل في الجبل، اتعلمت. احمد عيد 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 اتعلمت وهتعلم وهشتغل تاني عشانكم، عشان انا بخاف من ربنا. انا ما بخافش من حد، الحمد لله. انا ما بخافش الا من ربنا. انا من يومين وانا بعمل الورقه والحاجه دي كانش معايا عربيه، واخدها ماشي على، انا بعت عربيتي عشان اعمل بعض الدعايه في بدر. الحاج جدي سعد والحاج صلاح الجبل ياسر الجبل عملوا لي ندوه هنا، الحاج حلمي عمي والحاج صلاح والحاج منصور هم اللي عاملين الندوه دي. انا نازل اخدم، انا مش نازل عشان اعمل مصلحه، انا نازل عشان اقف معاكم قدامكم وراكم. وما بخافش الا من ربنا، انا ما بخافش من حد، بخافش الا من ربنا، وهفضل اخاف من ربنا. ابويا ربنا اتربينا على كده، نحب جارنا. اتربينا في شبرا السيده عائشه، في البيت اللي انا كنت قاعد فيه كانت في ام حنه في الدور الاخير. انا الباب بيخبط علينا، افتح الاقي طبق اكل، الاقي امي مداني طبق اكل تقول لي طلعوا ام حنه. اتربينا على كده وهنرجع تاني كده، هنرجع تاني للخير بيكوا انتوا، بيكوا انتوا يا ساده يا حضور يا اهلي يا ناسي، بيكوا انتوا كل حاجه تبقى كويسه. عاوزين نفكر، هنعمل قانون عقوبات محترم، قانون محترم، قانون صحه محترم، معاشات تكون محترمه باذن الله. بس عاوزين ايه؟ نشتغل، مش عاوزين نقول انا عاوز لا لا لا، نشتغل، نشتغل، لازم نشتغل ونفكر هنعمل ايه، مش ما نستعجلش. الحمد لله اللي احنا مش زي سوريا ولا زي ليبيا ولا العراق. الحمد لله اللي احنا ربنا ذكرنا في القرآن. الحمد لله اللي ما حصلناش زي ما حصل للبلاد اللي جنبينا. ربنا يحافظ على مصر وعلى جيشها العظيم. خلي بالكم وادعوا لجيش مصر، ربنا يحفظه، ربنا يحفظ جيشنا في سينا، ربنا يحفظ ضباطنا، هم اللي واقفين عشانكم. احنا بنبقى نايمين وهم واقفين لولا الناس دي. وربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر، وربنا ذكرنا في القرآن، ذكر مصر. خلي بالكم وحافظوا وادعوا وانتوا بتصلوا، قولوا يا رب احفظ مصر، يا رب احفظ مصر، احفظها. حب جارك، خلي من جواك لجارك زي ما بتحب لنفسك. لو انت عاوز تنجح وتبقى حاجه كويسه، لو احنا عاوزين نبقى كويسين وربنا يرضى علينا، حب لنفسك، حب لاخاك كما تحب لنفسك. خلي من جواك خير لجارك، للي فوقيك، للمسيحي، للمسلم، عشان ربنا يكرمنا، عشان ربنا يوفقنا. خلي بالنا ونحافظ ونخلي بالنا وما نقولش ايه، لا ننزل نشتغل. بس الناس نلاقي حاجه، لا انزل انا اشتغل بايديا، ما تقبلوش الجهاز ولا. يا فندم انا كنت بفرق ورق وكنت محتاج ناس كتيره، سيادتك شرفونا في المقر، او ساعات باجي اقعد هنا عند عم صلاح، ده المكتب بتاعي الرسمي هنا اهو، هقعد على جنب عشان خاطركم انتوا واللي انتوا عاوزينه انا عليا. احنا من زمان واحنا شغالين وبنخدم، مش وهنفضل باذن الله متطوعين لله رب العالمين، اللي احنا خدامين الشعب المصري. هنفضل خدامين لله رب العالمين، هنفضل خدامين لله رب العالمين والشعب المحترم. هنشتغل، هنعمل لكم كل حاجه. انا جايب مكن عندي هنا في المكتب حزب مصر الحديثه خياطه، كنت جايب استاذه فاضله تدرب الناس المطلقات واليتامى. هنعمل حاجات جميله بيكم انتوا، هنعمل ورش عمل في جمعيات هنا مقفوله هنجيبها لكم. مش هسمح لاي واحد
او اي حد يضايق مطلقه او بتربي يتامى، احمد عيد اخوها الكبير خدامه وخدام عيالها. مش هسمح لاي حد يضايق مطلقه وبتربي يتامى في دايرتي، خدام المطلقات واليتامى في دايرتي. بس للاسف الناس النهارده ما بتدورش على الصالح، تقول لك الحق ده مش عارف ايه، ده ركب عربيه خنزير. خلينا ندور على شغلنا، ندور على عملنا، على مبدأنا المحترم. هنعمل كل حاجه بيكم، هنبقى معانا في كل مكان شباب، هعرف كل حاجه، ميزانيه دوله، هنعمل اللي انت عاوزه باذن الله. ده اللي جوايا. انا كنت زيك، كنت بشيل رمل على كتفي وزيك قبل ما اتوظف، لحد ما ربنا كرم بدون واسطه وليا الشرف. وانا في الخليفه كنت بتاع رخام مع والدي، انا اهلي كلهم نحاتين وحجارين، كنت بطلع اشتغل معاهم في الجبل لحد ما ربنا كرمني واتعلمت، وهتعلم تاني عشانكم، وهشتغل تاني عشانكم. اتفضل. ما هو بيك انت، ما انت ما تسيبنيش. هتسيبني ليه؟ تشتغل معايا، عاوزك وانت معايا. هنعمل لجن للصحه، للتعليم، للمعاشات، يا فندم ما احنا اتكلمنا عن، ما احنا بيكم انت عاوز تشتغل اهو، هنعمل بيكم. التعليم اهم حاجه البيت. التعليم اهم حاجه البيت. اهم حاجه البيت، هو التعليم الاول والاخير. تعلم ابنك كويس، تربيه، ذاكر، استنى المدرس او المدرسه، التعليم هو في البيت. يا فندم احنا ايام زمان غير دلوقتي. النهارده الفصل فيه 80 و90، هنطالب بتزويد اعداد المدارس. النهارده المدرس بيت واحد. اتفضل يا باشا. الدخل مش بيتوافق مع اسمه ده، مع الاسعار، تمام، ارتفاع الاسعار، تمام، مع الدخل. تمام. وده على فكره مش من دلوقتي، من زمان. من زمان، دي حقيقه، من 10 سنين. وكل اللي يخش البرلمان برضه نفس النظام. بص يا استاذ الكريم، الاستاذ ايه؟ محمد. يا استاذ محمد، يا انت ما شاء الله وشك جميل اهو، ما شاء الله. ما تحكمش على حد الا يعني، مش بحكم اللي بشوفه. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اصبر وما صبرك الا بالله رب العالمين. يا استاذ محمد انا مش نازل متطوع لوجه الله، انا راجل بسيط ومنكم وهفضل منكم وليا الشرف. بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنين. صدق الله العظيم. يا استاذ محمد، ربنا ان ربك لبالمرصاد. اوعى تفكر انا اخاف من سين ولا جيم ولا عين، انا ما بخافش الا بالله رب العالمين. انت خدت في حسبانك الموضوع ده، يعني اهم حاجه تاخد في حسبانك الموضوع ده. يعني موضوع الاسعار وموضوع معلش الاسعار، فما اعرفش انتوا ازاي بتقولوا ما عندكمش شغل. مفيش، احنا الرجاله مش عايزين نروح، احنا عايزين حاجه في البيت، حاجه نشتغلها، حاجه نعملها. كويس خالص الموضوع ده، كويس انك انت افتكرتيه. اكتبوا احمد ده. ماشي. ايه تاني الاخوان اللي دي حاجه جميله يعني، دي مشاريع بسيطه. يعني انا اعرف واحده ست عندها فرن في نفس الشقه، بتعمل فطير وبتعمل عيش وبتعمل كسكسي وبتعمل رشته وبتبيعهم، لدرجه انها جات لي التسويق تعبني. شوفي، هو كل واحد بيفكر، هي بس عارف. وفي حد هنا في الشروق على فكره، في واحده ست في الشروق بتعمل الكلام ده. في واحده مش فاكر بس اسمها ايه، انا قابلتها من فتره كده وبتشتغل. فاللي عايز، والله اللي عايز يشتغل هيشغل نفسه، والشغل كتير ان شاء الله. طب يا استاذ احمد، بالنسبه لنائب الخدمات الخاصه ونائب الخدمات العامه، اتفضل يا عم صلاح. اتفضل يا عم صلاح. احنا طالبين، اتفضل يا عم. اتفضل. دار مناسبات عامة للكل. دي ابسط ما يكون، دي من ابسط ما يكون. والله دي مهمه يا باشا. ايه؟ مهمه والله. دي مهمه جدا ومن ابسط ما يمكن. خبر ايه ده؟ يعني انتوا ايه، انتوا ما فيش حد صعايده هنا ولا ايه؟ ده كل الصعايده عملوا دار مناسبات في البلد هنا. عندنا في عين شمس بالعبط. طب عموما احنا مش هنقول
فلان ولا علان تم هيعملها. تقديم الطلب من 2014. تم تقديم هذا الطلب دار مناسبات بجوار كل مسجد اهو للتجمع للشروق لبدر. قدمت للثلاثه وفيما يثبت في رقم صادر للشروق للدرجه البدر. عربية دفن موتى فعلا دي كويسة يا حاجة اللي بتقول عليها، ودي في حد هيتبرع بيها. وبالنسبة على فكرة الجمعيات الشرعية على فكرة كلها فيها الحاجات دي يا اخوان. بس حكاية دار المناسبات دي هنحاول زي ما هو الأستاذ أحمد مقدمها، هنحاول نعملها في كل مسجد، مش دار واحدة بس. مين اللي بيقول دار واحدة ليه؟ ده كل مسجد متعامل فيه دار مناسبات. دي سهلة جدا جدا جدا، ودي هنتكلم فيها يمكن من بكرة من بعد بكرة إن شاء الله. اتفضل. الشباب اللي شغاله في غير تخصصها، يعني في ناس شغاله امن. كلنا شغالين في غير تخصصنا. كلنا كلنا شغالين في غير تخصصنا لسبب. بس تعالى هنا، تعالى كده نتفاهم شويه. تعالى بكمل حضرتك يعني. غير تخصصها دقيقه واحده بس. مش في لصنص اداب وحقوق ومش عارف ايه الكلام ده. مش معقول هنشتغل كلنا مدرسين، بس في واحد عنده صنعه بقى احلى من البكالوريوس واحده من اللصنص. اتفضل بقى كامل. هو يعني الناس ديت ايه خطه حضرتك او خطه حضراتكم ديت؟ ما هو ده احنا بنقول البطاله ساعتها هشوف مين اللي بينفع في ايه. انا ما خلاص حكايه الافنديه والمكتب والكلام ده بطل. ما انا بقول لك ده بطل. اتفضل. اشكر الاستاذ المحترم، السؤال بتاعه جميل جدا وعنده طموح وسؤال محترم جدا. هنعمل ايه في السؤال اللي استاذ قاله؟ احنا النهارده في اعمال جديده بتتبني ايه، صح ولا مش صح؟ الاعمال دي مش هتدخل لها غاز، كهرباء، ميه، صرف صحي. ليه نسمع للسيد رئيس الجهاز او الكهرباء او الميه او الغاز الطبيعي يجيب شباب من بره تخدم وتشتغل وتتوظف على الاماكن اللي فيها خير عندنا في الشروق وبدر والقاهره الجديده؟ هبقى في كل مكان بالشباب. هعمل لجن من الشباب وورش، هعمل لهم توكيلات بيمثلوا العضو